السلام عليكم واهلا وسهلا. اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع مهم بزاف وباغيني يسمعوه الشباب. غندوي على الاي كوميرس، البيع والشراء في الانترنت. انطلاقا من التجربه ديالي المتواضعه غادي نشارك معكم بعض الايجابيات والسلبيات ديال الاي كوميرس. غادي ناخذ طرفين، الاول اللي كيبيع والثاني اللي كيشري، والوسيط بينهم اللي هي شركات التوصيل. اولا تحيه البيع والشراء ديال الانترنت. ثانيا تحيه للشناقه في مكان. ثالثا تحيه لشركه التوصيل هي اللي كتلعب دور كبير باش توصل لي كوموند للزبناء. ثالثا او رابعا عفوا تحيه للكليان اللي كيكوموندي وما كيجاوش في الاخر باش ياخذ لا كوموند ديالو. مهم، بسم الله وعلى بركه الله نبداو هذا الموضوع. اولا غادي ندوي على اللي كيبيع البرودوي. اشنو المراحل اللي غادي يدوز منه؟ غادي يدبر على شي برودوي كيما كان، غيقلب عليه، غيدير ليه واحد التيست تقريبا بواحد 50 درهم، غيصايب ليه ديسكريبسيون ديالو، غيجيب ليه تصاور وغيحطو وغيتوكل على الله يبدا يبيع ويشري. في هذيك المرحله بالضبط كيتسنى كيوصلوه لي ميساج. دوك لي ميساج كيبدا واحد لو كونتاكت بينه وبين الكليان اللي غادي يشري. اول حاجه خصها تكون هي المعقول. ثاني حاجه تكون التصويره اللي في البرودوي هي اللي غادي تعطي للكليان ملي غادي توصلو. ثالث حاجه صارحوا من الاول. رابع حاجه حاول تبيع بثمن مناسب، ماشي بالطالع بزاف او الهابط بزاف، مهم يكون في المتناول. ثاني حاجه كتجي هي التنسيق بينك وبين شركه التوصيل اللي هي كتكلف انها توصل داك البرودوي للكليان. ثالث حاجه هي انه كتوصل لا كوموند للكليان وكيقبلها او ما كيقبلهاش. هذا هو الطرف الاول ديال البيع. ثاني طرف اللي هو اللي كيشري كاينين بعض الهفوات كيديروهم صحاب اللي كيبيعوا كيما قلت في الاول. كيعطيك واحد البرودوي في التصويره، وملي كيوصل البرودوي عند الكليان ما كيكونش هو نفسه اللي شاف التصويره، يعني غادي يرجع لك، ويعني ضيعتي السمعه ديالك وخيبتيها، وغادي يحطك واحد الكومونتير ماشي تشليه. الكليان ملي دوموندي شي حاجه حاول تبازي على شنو بغيتي. بعض المرات كيكون البرودوي على شكل الوان، بعض المرات كيكون البرودوي على شكل نوامر، بعض المرات كيكون البرودوي سامبل ما فيه حتى حاجه ستاندار. يعني هاد الامور هادي خاصك ملي تكون كدوي مع البائع تقولهم ليه، حيت بعض المرات كيوقعوا مشاكل. مثلا الاخ عطيني داك لا كوموند ندويو فيها شويه باش نوضح لكم اكثر فاكثر باش تفهموا. لا راه هذاك صاحبي عندك بزاف هنا. لا عطيني هذاك لا كوموند، هذاك ليهوس ليهوس. غندير لكم اشعار ديالي برودوي الخاص بي بطريقه غير مباشره. برودوير ديال المونسير. الله يحفظك. المهم مثلا هذا ليهوس ديال الطوموبيلات، فهمتيني؟ الكراسه ديال الطوموبيلات كتلبسهم هذا باش تبروتيجي الكوسانات ديالك، واي وسخه تمسحات طاحت فيه كتمسحو. مثلا انا غادي نكون كندوي مع الكليان على حساب هذا البرودوي هذا، غادي يدوي معايا السلام عليكم. وعليكم السلام. اشنو كتبيع؟ كنبيع واحد البرودوي ديال الطوموبيلات خاص. اشنو الصنف ديالو؟ ليهوس، اغلفات المقاعد الخاصه بالسيارات. غادي يقول لي اشنو الدور ديالو، غادي نقول ليه كاين كيطيح مثلا هذا سكاي كيطيح عليه وسخه كتمسحو، التقشار ما كاينش، كتبدا تعطيه سميتو نوع ديك البرودوي اللي كتبيع، غتعطيه بالتفصيل لي زانفورماسيون ديالو خاصه به. شكرا الاخ حمزه. من بعد شنو كدير؟ كيجي كيقول لك هو مثلا انا عندي ماشي ستاندار، فيه بزاف. مثلا كاين ستاندار، كاين سيباري، كاين سيباري بالكودار. هادشي خاص هو البياع يسول الكليان عليه باش ما يعطيش داك المشكل ديال انه كيوصل البرودوي كيقول لك لا فلان هادي ماشي، هذا عندي كوسان لون مقسومين. هذا هو الطرف الاول. وكاين الاشكال واش ندير السبرديلات. هذا مثال عادي عطيتكم. مثال ثاني عاوتاني ندير السبرديلات. تقدر تقول ليه اش 34 كيقول لك اكد معاه لانفورماسيون واش نيت 34، بقات تعاود عليه واش عيط عليه حيت لا وصل وقال لك لا هذه باش تسكريني لي شنو تقال. هذه بالمناسبه للبيع. غادي ندوزو لابارتي المهمه هنايا. البيع دار اللي عليه، غتجي المرحله ديال انه توصل لا كوموند. الكليان فيه وفيه. كاين ثلاثه الانواع ديال الكليانات. كاين الكليان اللي معقول شاري من الاول بين كيوصل البرودوي كيقلبوش كاع، كيشوفوها من اللي كيعرفوا بلا نفسه داكشي اللي قلتي ليه، كياخذو كيخلص ليفرو كيقول ليه الله يعاون. ثاني كليان
هاد الثاني كليان كيكون فيه شويه ديال التبعصيص، كيجبد البرودوي كيقلب على شي ديفو فيه باش ما يردوش الا ما عجبوش، ولكن بطريقه كما قلت لكم ما غاديش يبين لك بلي ما بغاش البرودوي وماشي متفق معاك داكشي اللي كيقلب على ديك الديفو باش يقول فلان راه كاين شي واحد ديفو غيفوزي. ثالث واحد اللي هو اخطر واحد غادي يقولوا الانترنت، اصحاب اللي كيبيعوا في الانترنت، هو انه السيد داوي معاك، تخيل معايا داوي معاك اون كونتاكت معاك في واتساب في لابيل في كلشي، كيوصل البرودوي ما كيجاوبش، او لاش كيقول لك فلان انا راه ما دومونديش حتى برودوي. يعني الاشكال فين كاين؟ الكليان ما بغاش يشري. وبعد عن طريق هادشي هذا اللي جابت على الهضره هذه غادي نعاود لكم واحد الطرائف وقعوا للناس، انه كاين واحد السيد عطا كيبيع سبرديلات، لا داعي لذاك البلاصه اللي مشى ليها، صيفط ليفرور هادي السيد قيس السبرديله الاولى الثانيه دار راسو كيتمشى، كان هنا ضاع البياع ضاع فهاد ليفرور ما يمكنش يخلي السلعه والموتور يمشي. هادي مثلا بعض الطرائف اللي كيوقعوا. ثاني حوايج عاوتاني طرائف اللي وقعوا الناس، انه حتى كياخذ البرودوي عاد كيتنادم معاه كيعيط لك فلان ما بغيتوش. هذا مشكل كبير. يعني حنايا صراحه بعاد بزاف كل البعد على البيع والشراء، بازينا بزاف على الكليان، ولكن كون كان الكليان كيخلص قبل ما يشري ما غاديش نطيحوا في هذا المشكل هذا، غادي يتسناها توصلوا وغادي يتسنى ويبدا يعيط لك، هو ما يبقاش تعيط ليه ولا يقول كيمشي غتوصل ويبقى مصدع كيمشي غتوصل هذه. لا حنا شنو كنديروا؟ البياع كدوي معاه، كتكونفيرمي معاه، كتصيفطها ليه بدون مقابل حتى كتوصلوا، عاد كتقلب البرودوي عجبك خلصوا، ما عجبكش لا. علاش بنادم هذا الكليان هذا كيرجع؟ حنا كنبازيو على الكليان اللي ما كيجاوبش على لي زابيل. انا ماشي مشكل توصل عنده وما تعجبوش، هاني نتقبلها، ولكن باش الانسان يوصل حتى تما وطفي عليه التليفون من مثلا كازا حتى العيون وطفي التليفون راه بزاف. يعني الانسان خاصو شويه راعي قبل ما تبغي تاخذ شي برودوي، تشاور مع راسك، حيت كاينين باش يوصلك انت البرودوي راه مراحل بزاف باش انت في الاخر يعيط لك ليفرور وتاخذو بالراحه ديالك وباريحيه وبدون معاناه باش تقلب عليه. يعني راعيو البياع، وبالخصوص الا كان داك اللي كيبيع لكم معقول. وما نساوش الطرف الاخر اللي مهم هو كما قلت لكم في الاول، شركه التوصيل اولا الليفرور. هاد الشخص هذا اولا هاد الطرف هذا الا ما كانش هو راه ما كاين والو، ما كاينش واحد لا كومونيكاسيون. واخا نقول جدي غتقول لي لا ما بغيتوش. يعني الاهم من هادشي كامل هو الليفرور اللي غادي يوصل لك البرودوي. ملي يوصلوا لك الله يخليك دوي معاه باحترام، الا كان شي زياده غتعطيه عطيها ليه، حيت داك السيد هذاك خدام بالحلال، خدام في الشتاء خدام في الصيف باش يوصلك البرودوي، وكيدير في الطرقان ومهدد بزاف ديال الحوايج، سرقه كسيده، مهم غير يجيب لا ما تعطيه، غضحك ليه في وجهه وتعامل معاه زوين، حيت داك السيد هو جزء من باش يوصلك البرودوي ديالك. فتحيه ليهم من هذا المنبر هذا. مهم كنتمناو من هنا لقدام يولي واحد التطور في البيع والشراء في الانترنت، يكون المعقول وتكون ثقه ما بين الكليان اللي غادي يبيع ليه، وما يبقاش داكشي اللي كنسمعوا مؤخرا ديال النصب. اتقوا الله، حيت هادشي ديزي. اللهم بيع حاجه مزيانه اولا ما تبيعهاش كاع وتفادى المشاكل وتبقى زوين مع بنادم. شكرا لكم على الانصات ديالكم، وهذه فقط كانت تجربتي بسيطه في البيع والشراء، ولخصتها لكم في تقريبا 7 دقائق نقولوا اولا 8. شكرا لكم على دعمكم، شكرا لكم على مشاركتكم هذا المقطع، شكرا لكم على اي كلمه زوينه قلتوها ليا، شكرا لكم في اي حاجه زوينه كما قلت لكم قلتوها ليا. بكم كاين مصير وبكم غادي يستمر ان شاء الله. الله يعاونكم.